السلام عليكم اخواتي متبعات قناه هوة البركه للشيف ماريا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض السكسو ان شاء الله بسبع خضاري، وكنضيفوا له التفايه من الفوق. بقاو معنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا باذن الله في الوصفه ديال اليوم نص كيلو ديال اللحم، جوج بصلات مشلضين على هذا الشكل. غنحتاجوا واحد الربطه ديال المعدنوس نخليوها هكا مربطه. غنحتاجوا الحمص اللي غنكونوا فزقناه بليله قبل باش يرطب. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا بطبيعه الحال الملح، سكينجبير، الابزار، الخرقوم وشويه ديال الزعفران شعره. كذلك غادي نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال السمن الحار. كذلك غادي نحتاجوا زيت الزيتون. وبالنسبه للسكسو غادي نستعمل السميده الغليظه. دابا نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدمها. بالنسبه للخضر غادي نحتاجوا خيزو، غادي نقطعوه نقشروه ونقطعوه على جوج ونحيدوا له القلب. كذلك القرعه الخضراء، اللفت، القرعه الحمراء، المكور، واحد الطريف ديال المكور حتى هو تيلذذ. كذلك واحد جوج مطيشات وبطاطا. ندوزو الاعداد وتحضير الوصفه. بقاو معنا. واحد الطنجره وضعنا اللحم والبصله مشلضه والمعدنوس مربط والعطريه والحمص، وغادي نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون. كذلك قياس اللي نحتاجو، ووضعنا داك المعلقه ديال السمن، وغادي نضيفوا الماء ونردوها طيب. اما بالنسبه للخضره غادي نحتفظوا بها حتى نبداو نضيفوها على مراحل. غنبداو بالخضره اللي غتحتاج الطياب، مثلا خيزو نضيفوا موراه اللفت، موراه القرعه الخضراء اما والمكور. اما البطاطا والقرعه الحمراء غادي نخليوهم هما الاخرين. وكذلك المطيشه حتى الاخر حتى هي عاد نضيفوها، نقطعوها على 4 ونضيفوها. ندوزو لتحضير السميده. بالنسبه للسميده انا تنختار هاد السميده اللي تتكون غليظه شي شويه، ما تنديرش السكسو، تنفضل هاد السميده. كناخذوها كنضيفوا عليها شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي عندكم. كنحاولوا نحكوها هكا بين يدينا حتى كتندمج فيها داك الزيت كلها. من بعد ملي ضفنا لها الزيت كنعمروها في الكسكاس وكنردوها تفور. ملي كنوضعوا الطنجره تفور راه تحت منها داك المكونات اللي وضعنا قبيله، كنحاولوا نقفلوا الطنجره بهذا الخنشه دميكه باش تفور مزيان، باش تطلع التفويره هذيك السميده. كنحاولوا نقفلوها على هذا الشكل باش كنزمتوها، وكنخليوها تفور التفويره الاولى تقريبا واحد نص ساعه، وكنعاودوا نتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. وبالنسبه للتفايه الا بغيتو تضيفوها هي اختياريه، انا تنبغي نضيفها لان وليداتي تعجبهم الزبيب. غادي نحتاجوا واحد زلافه كبيره ديال الزبيب مغسول ومنقي مزيان. غنحتاجوا واحد 4 حتى 5 ديال البصلات مقطعين جوانح. غنحتاجوا واحد الكاس كبير ديال الماء. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا واحد العود ديال القرفه، نحتاجوا الابزار، الخرقوم، سكينجبير وشويه ديال الملحه. وكذلك حاجتنا بواحد 2 معالق كبار ديال سنيده و2 معالق كبار ديال الزبده. غادي نضيفوهم حتى للاخير حتى نكونوا تنعسلوا في البصله. فواحد الكوكوط صغيره غادي نوضعوا البصله وغادي نضيفوا عليها الزبيب. غادي نضيفوا داك العطريه، عود القرفه والعطريه كامله اللي دوينا فيها، وغادي نضيفوا واحد الكاس د الماء. غادي نسدوا عليها ونخليوها طيب حتى طيب وتهبط البصله. عاد نضيفوا سنيده والزبده باش نعسلوا كلشي. كيف تشوفوا البصله هي والزبيب ها هما دوك طابوا هبطوا مزيان. ضفت ليهم الزبده هي وسنيده. غنحاولوا نحيدوا هذا الطرف ديال القرفه عواد لان ما بقاتش حاجتنا به، راه طلق النكهه ديالو. وغادي نخليوهم حتى يتشحروا مزيان ونشفوا من الماء، وعاد نطفيو عليهم الضوء. كيف ما سبق لي قلت لكم الخضره كنضيفوها على مراحل. انا راني ضفت خيزو واللفت، دابا غادي نضيف القرعه. كيف تشوفوا تنخليو نقسمها غير على جوج باش ما تعجنش، وكنخليوها طيب على اساس غادي نعاود نضيف القرعه الحمراء والبطاطا هما اللي بقاو لي.
واللحم الا بان لكم طاب يمكن لكم تحيدوه وتخليو الخضره طيب على خاطر بعد ما تتنشف السميده مزيان من هذاك الماء اللي رشينا هذه ضروري تخليوها تنشف مزيان باش ما تتعجنش. كيف ما قلت لكم انا استعملت السميده، كاين اللي كيستعمل السكسو، كاين اللي كيستعمل السميده رقيقه، ولكن انا ما بغيتش نصعب على الاخوات اللي يلاه مبتدئات. انا تنعرف السيدات المغربيات تبارك الله عليهم تيعرفوا يديروا السكسو. انا هذا الفيديو درته بالنسبه للبنيتات اللي عاد كيتعلموا، والاخوات اللي كيتابعونا من خارج المغرب كي تعرفوا هذه الوصفه هي مغربيه محضه. كنعمروه في الكسكاس وكنعاودو نردوه يتفور عاوتاني واحد نص ساعه. في التفويره ما قبل الاخيره كنضيفوا شويه ديال الملحه وكنحركو مزيان حتى توزع لنا الملحه مزيان على السميده، وكنعاودو نردوها تفور التفويره الاخيره باش نقدموه ان شاء الله. اخر حاجه بقات لي نضيفها هي مطيشه، غادي نضيفها كنقطعها على جوج. غادي نزيد شويه د الماء حتى شي مرقه ناقصه، وغادي نرد السميده تزيد تفور اخر التفويره ونقدموه ان شاء الله باذن الله بالصحه والعافيه. ملي كطيب السميده كنوضعوها في القصعه على هذا الشكل، وكنحاولوا ندير واحد الحفره في الوسط، وكنبداو كنسقيو كنوضعوا اللحم هو الاول هذيك الحفره، ومن بعد كنوضعوا الخضر وكنسقيو بالمريقه. التفايه من الفوق، هذه التفايه اللي كتكون من البصله والزبيب اللي عسلناهم كيف ما شفتوا معنا قبيله، وكنزوقوا بالقليل ديال اللوز. كنتمنى ان الفيديو ديالنا ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه وتشاركوها ان شاء الله مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره كنتمنى ديروا الاشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. الى اللقاء في وصفه مقبله بحول الله.